بقى يا جماعه. صوت هطلع. احنا مش شايفين مش مشكلتي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 مش شايفين يا جماعه كده ورا. يا جماعه خلاص بقى مش شايفين. واقفين مش شايفين، قاعدين مش شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا برحب بيكم كلكم. الورق ده هياخد 3 اجزاء او 3 مجموعات. احنا مش بنسلي الناس، لا احنا بنتكلم بجد. مؤسسة رياضية كانت من أقوى المؤسسات الرياضية في مصر والعالم العربي وأفريقيا، مش عايز أقول بتنهار، انهارت. ويمكن 3 حاجات هم اللي بيهموني: ديني، وطني مصر، نادي الزمالك. النهارده يمكن انا كنت بجنب السيد الرئيس في كل مؤتمراتي ان اتحدث اليه. ايها الاجهزه السياديه، يا مكتب سياده الرئيس، في كلام مهم جدا هيتقال وانا عايز اتحاسب عليه. تاني، وسأخاطبك يا سياده الرئيس بما يليق بمقامك كرئيس جمهوريه. انما احنا هنا مش بنتسلى. اتكلمنا كتير وزهقنا وقرفنا ورحنا بقى في مناخيرنا. ليه؟ هو الزمالك ده مع احترامي من مراكز الشباب 10 انفار بيشجعوه، دول ملايين. حضرتك اعرف الناس دي جت ازاي؟ ومين المسؤول اللي جابهم؟ ومين الضابط اللي عينهم؟ والجمعيه العموميه انضربت ازاي جوه النادي؟ مرشحين وناخبين اتعجنوا، وزي الكل اتهدد من حضرة الضابط اللي معاه وزير الداخليه المحترم. لما عرف كل اللي عمله طرده من المكان اللي فيه لانه تجاوز كل الحدود. حضرتك بتتكلم انت بتشرح حقوق ايه؟ ما حضرتك بتتكلم اهو. بتتكلم ايه؟ ايوه انت اللي انا بتكلم وانت بتتكلم مين؟ ايوه اللي بيتكلم مين؟ يا عم انا كل ما اكلم حد تقول انا مالي بيك؟ انت عملت ده الست يا بيه. مين اللي بيتكلم؟ سكت يا معلم، سكت. سكت.